يا صباح النشاط وصباح الطاقة الإيجابية، عاملين إيه؟ وحشتوني كتير كتير، يا رب دايما تكونوا بخير. شايفين المنظر الصافي الجميل ده؟ لازم كل يوم أفتح البلكونة بتاعت الصبح وأبص على السما الجميلة دي، وكمان أدخل الهواء النقي بتاع الصبحية البيت، يدي للبيت طاقة إيجابية جميلة. قررت النهاردة أنظف البلكونة لأن بلكونتي كانت محتاجة معجزة بعد كمية الهواء والتراب طبعا اللي شفناه اليومين اللي فاتوا. فقررت كده أستجمع قوتي وأرجعها تلمع تاني. ومش بس كده، اليوم كمل عليا بطلبية الفراخ اللي وصلت في وقتها بالظبط. تعالوا شوفوا معايا عملت ايه في اليوم الجميل ده، من تراب وزحمة وتنظيف طبعا، بس في الآخر وصلنا لراحة نفسية جميلة جدا. أجمل حاجة إن احنا نشوف طلبات بيتنا أول بأول، وأجمل حاجة إن احنا نروق بيتنا برضو أول بأول، لأن بصراحة النظافة دي هي اللي بتدينا استجمام كده وراحة نفسية في البيت. نبدأ الفيديو بتاعنا ونسمي الله. زي ما انتم شايفين، أول حاجة لميت الهدوم اللي كانت على المنشر، قلت ألمها كده عشان أعرف أنضف كده وآخد راحتي في التنظيف، لأن البلكونة بصراحة كانت متطربة بطريقة رهيبة، واحنا طبعا على شارع ولازم كده ننضفها باستمرار. يعني في ناس بتقول إن هي بتنضف البلكونة بتاعتها كل فترة، لكن أنا بحب أنضفها كل يوم أو كل يومين، عشان أنا بستخدم البلكونة دي بشكل يومي، مقدرش أستغنى عنها. هي البلكونة الوحيدة اللي عندي في الشقة، فبالتالي كل حاجة بقوم مدخلاها فيها، يعني مثلا بنشر بعمل أي حاجة. فبالتالي طبعًا مش هينفع إن أنا أدخل البلكونة رجلي هتملى تراب وهتخش على الفرشة هتبهدل الدنيا، فلازم التنضيف ده يبقى كل يوم على الأقل أو كل يومين، يعني ما يزيدش عن كده. أنا عن نفسي بانضف البلكونة دي عندي كده، لإن هي ديًا البلكونة اللي عندي، فأنا داخلة خارجة عليها. عايزة أقول لكم كمان إن أنا نضفتها من هنا والتراب ملا الدنيا من هنا، ولا كأني عملت أي حاجة، عشان كده ما رضيتش أشتغل طبعًا بالخرطوم ولا بالمَيّة، قُلت إن هي تنضيفة كده على الماشي، لحد طبعًا ما الجو الترابة ديًّا تختفي بعد يوم أو 2، لإن خلاص بقى إحنا دخلنا على الصيف، فالترابة دي هتقل. نبدأ بقى نشتغل طول الصيف بقى بالمَيّة ونعكعك براحتنا ونملي كده الدنيا مَيّة، لإن أنا بصراحة من عشاق العكعكة، يعني باحب أعكعك كده في المَيّة، وباحب أغسل البلكونة بمَيّة، يعني باحب التنضيف اللي هو أكون على المَيّة والصابون وحاجات من دي. اللي زيي طبعًا يكتب لي في الكومنتات. يعني في ناس بتحب كده زي إنها تشتغل بالمَيّة والخرطوم وتنضف البلكونة، بس إحنا بقى نكون حريصين وإحنا بنشتغل بالمَيّة والخرطوم في البلكونات عشان الكهربا برضه وكده. أنا باكون حريصة وباحاول بقدر الإمكان وأنا بانضفها بالمَيّة يكون مش حواليّا أطفال، لإن الأطفال ما بتريحش، يعني ما يكونش حواليكِ حد، تنضفي كده في روقان، تختاري وقت كده يكون فيه جو فاضي وعندِك هدوء كده واستجمام، تقومي ماسكاها مروقاها. وأصلًا كمان الترويق عمومًا بيكون عايز يعني بال خالي، بال كده خالي من دوشة العيال والكلام من ده. تبدئي بقى تنضفي كده بهدوء زي ما أنا عملت كده، لكن أنا بصراحة البلكونة النهارده نضفتها كان جنبي أولادي وكانت منتهى الدوشة، كل شوية ماما، كل شوية ماما، فما قدرتش طبعًا إن أنا أشتغل بالمَيّة، قُلت لأ، هي كده الجو هيطرّب تاني، وبالفعل فعلًا طرّب تاني، وبدأت إن أنا إيه، أنضّفها وما زعلتش أصلًا إن هي طرّبت، لإن أنا ما كنتش منضّفاها بالتنضيف اللي هو العميق يعني، كنت منضّفاها كده تنضيف على الماشي، بانفّض التراب، بانفّض الشيش، باكنس، لإن التراب ده أنا باتخنق بصراحة منّه، باتخنق لمّا بالاقي ترابة في البلكونة. الناس بقى كده تقوم تشجّع معايا، اللي بيتابعوني يقوموا يشجّعوا كده معايا، وينضّفوا بلكوناتهم وينضّفوا الشيش بتاعهم، ويفتحوا كده ويخلّوا الهوا الجميل ده يخُش البيت، بيدّي فعلًا بصراحة طاقة إيجابية كده للبيت. عايزة أقول لكم بقى وأنا باشتغل كده، لقيت الست بتاعة الفراخ خبّرت عليَّ جايبة لي الفراخ، أنا كنت موصياها كده تجيب لي فراخ، باجيب كذا فرخة كده أرميهم في الفريزر، يعني إيه، في أوقات الواحد فينا ما بيكونش قادر إن هو مثلًا ينزل يجيب الحاجة يوم بيوم، فبيكون عندي في الفريزر باحتاج أي حاجة باطلّعها في وقتها وخلاص، وهي بصراحة يعني بتريحني. فجات لي في الوقت ده، باقول أنتِ جيتِ في وقت فعلًا يعني صعب، بس بصراحة بدأت إن أنا أنضّفهم، وكان اليوم بصراحة سهل جدًا. الواحد كده لمّا بيتّكل على ربنا في حاجة بيكون معاه بصراحة. أنا قُلت توكّلت عليك يا رب كده، بعد ما خلصت البلكونة قُلت بقى أخُش أغسّل وأقعد كده لإن التراب كان خانق صدري، فلقيتها بتخبّط عليَّ، قُلت هي جات في وقتها خلاص بقى، نبدأ نغسلهم وننضّفهم كده وننقعهم، وبعدين نشوف إحنا هنعمل إيه. زي ما أنتم شايفين غسلت الحوض غسلة محترمة، عشان قبل ما أبدأ في أي حاجة أنا ما باعرفش أشتغل بصراحة وأنا باقطّع الفراخ غير في الحوض، يعني أنا لازم أغسله غسلة محترمة كده بالصابون وأخلّيه ينشف، وبعد كده أقوم جاية
نازلة بالفراخ بتاعتي زي ما انتم شايفين. هي بصراحة ما شاء الله عليها كانت منضفاهم كويس جدا، تنظيف من الريش كويس جدا. هما بس كانوا عايزين غسلة بليمون كده ودقيق وملح، والمحلول طبعا اللي هننقعه فيه. وبعد وبعدين نغسلهم غسلة محترمة ونقطعهم. هي طبعا بتسألني عايزة تقطعيهم عايزة تجيبوهم بحالهم، لكن أنا ما باحبش أتقل على حد، كفاية خالص جدًا كتر ألف خيرها إن هي تحُش لي بس الريش من عليهم وتفتحهم كده. أنا بقى باحب أقطعهم أنا زي ما أنا عايزة. بقيت أغسلهم غسلة محترمة في الأول كده، أشطفهم من الدم مثلًا من أي حاجة عليهم زفارة، وبعدين أقطعهم. قطعت فرختين 4/4 الفرخة 4/4. بقيت أقطع فرختين، في فرخة فيهم قطعتها كده من سلسلة الضهر عشان إن شاء الله نعملها معاكم فراخ مشوية في الفرن. فباحب أجهّز الحاجة تكون سهلة ليّا. نغسلهم بملح ودقيق ونضبّط الدنيا كده، وطبعًا سُكّر، معلقتين سُكّر كده عشان ينزّلوا كل الزفارة اللي فيها والدم اللي فيه، وكمان عود قرفة وعود ورق لورا. يعني ننضّف الدنيا كده. أهم حاجة الفراخ بالذات يا جماعة لازم نضافة، لازم نضافة في الفراخ. وباحب أشيل طبعًا اللي هي تبقى الفِشّة اللي بتبقى بين الوراك، دي مش كبدة يا جماعة، دي فِشّة بتبقى بين الوراك بتخلّي في زفارة في الفراخ، بنحب نشيلها يعني بطريقة رهيبة. باحب أشيلها لإنها بتعمل زفارة فعلًا بطريقة رهيبة. باشيلها وباحب أعين الفراخ دي في التلاجة تكون نضيفة. يعني في ناس بتجيب الفراخ يا دوبك تحطها في مَيّة وملح، شُفت والله بجد فيديوهات كتيرة بالنوع ده. لأ بلاش إن إحنا نحطها في مَيّة وملح ونعينها في الفريزر. يعني بيقولوا إن عضمها بيسود لمّا بنغسلها، لأ إحنا بنغسلها عشان الزفارة. أنا في مرة عملت الحركة ديًّا والله العظيم رميت الفراخ، ندمت. يعني جبتها من عند الفراخجي وغسلتها، نقعتها بس كده في مَيّة بملح، نزّل الدم اللي فيها وكيّستها وعينتها. ندمت ندم عمري، قُلت لأ خالص بتبقى زفرة. إحنا لازم نغسلها، لازم نغسلها غسلة محترمة بالدقيق. أول حاجة كده ندعك الفرخة بالدقيق وننضّف كل اللي جواها وكل الزفارة اللي جواها، وننزل بقى بملح ومعلقتين سُكّر وورق لوري وطبعًا عود قرفة بيخلّي ريحة الفراخ في حتّة تانية خالص، خالص، خالص يعني. ولو عندِك بقى عود نعناع ما أقولكوش بجد بيقتل الزفارة كده. فإحنا نغسل طبعًا فراخنا ونغسل حاجتنا لأولادنا بكل حُب طبعًا. أنا باحب أعمل بصراحة روتينات في البيت بشكل جميل. حتى إخواتي اللي متابعينّي بيشوفوني دايمًا باحب أعمل روتينات عندي على القناة. وكمان في روتينات كتيرة باعملها، يعني ترويق كل يوم، مش شرط إن أنا أصوّر، لكن باحب أشارك بعض الحاجات كده معاكم. لإن في ناس بصراحة بتستفاد. في ناس بتستفاد جدًا من القناة. يا رب دايمًا كده أبقى عند حُسن ظن حضراتكم، وإن شاء الله القناة تكبر بيكم، كل إخواتي اللي بيحبوني. باحبكم جدًا في الله، ودايمًا باعمل الحاجة معاكم بحُب بصراحة. زي ما أنتم شايفين كل خطوة باعملها باورّيها لكم، ما فيش حاجة بصراحة باعملها من غير ما تشوفوها معايا، لأ كل حاجة باعملها بتشوفوها معايا. ده بقى المحلول اللي نقعتهم فيه لمدة ساعتين. قُلت أمّا أخلّص بقى اللي ورايا أطبّق السراير مطرح الأولاد، وأخلّص اللي ورايا كده يكونوا اتنقعوا براحتهم. حطيت فيه معلقتين ملح، معلقتين سكر، ليمونتين 3 كده، عود قرفة وعود ورق لوري، كذا عود يعني أنا باقول لكم باختصار، مع شوية دقيق، وسِبتهم فيه حوالي ساعتين 3. عايزة أقول لكم إن ما كانش فيه أصلًا ريحة زفارة خالص. الفراخ كده فُلّة معاكِ، تعينيها براحتِك، إن شاء الله تعينيها شهر، هتفضل معاكِ نضيفة وجميلة. ده كمان بعد ما غسلتها، يعني أنا غسلتها قدّامكم بدقيق قبل كده وليمون وضبّطتها، لكن غسلتها تاني في المحلول ده. بدأت بقى أغسل الحوض بتاعي كده بعد ما خلّصنا. ضروري جدًا إن أنا أغسل الحوض من الزفارة والكلام من ده ونضبّط أمورنا. وده كان يومي النهارده، بدأته كده بتنضيف البلكونة وبغسيل الفراخ، وبعد كده خلّصت شقتي كلّها ترويق. لكن بصراحة دي الجزئية اللي أنا صورتها معاكم، لإن الروتينات التانية إحنا عملناها مع بعض قبل كده، ترويق الرُكنة، تطبيق السراير. إن شاء الله الفترة اللي جاية يكون في فيديوهات كتيرة جدًا هتعجبكم. ما تنسونيش طبعًا لو وصلتوا معايا لحد هنا بلايك للفيديو، اشتراك في القناة عشان يوصلكم كل فيديو جديد بانزّله. يا رب فيديو النهارده أكون أفدتكم بأي شيء. قوموا كده وتشجعوا وافتحوا شبابيك بيتكم وخلّوا الجو الجميل ده والهوا الجميل يملى البيت طبعًا بالطاقة الإيجابية. أشوفكم على خير فيديو جديد، مع السلامة.